ما هو السر في كثرة الخلافات في نهار رمضان والنزاعات والمضاربات والمهاترات، وربما وصلت في كثير من البلدان إلى القتل وسفك الدماء؟ تجد أن كثيرا من الناس إذا جاءته أدنى مشكلة وهو على صيام لم يتعود عليه من قبل لا يستطيع التحمل، فينفجر في وجه من اختلف معه كالقنبلة، وإذا به يتضارب معه مباشرة. فإذا قيل له بعد ذلك: ما لك يا فلان؟ قال: يا أخي، جاءني وأنا صائم، وجاءني وأنا ما عندي احتمال ولا عندي استعداد له، ونفسيتي فيها ما فيها من الضيق، وأنا أعاني من الجوع، وأنا أعاني من العطش. هذا لعله من جملة الأسرار التي يتساءل عنها كثير من الناس: ما سبب كثرة الخلافات في نهار رمضان والشقاق والنزاع؟ أقول: لأن النفوس أقبلت على أمر لم تتعود عليه من قبل، فوجدت صعوبة ومشقة، فإذا بها لم تستطع القيام بما هي عليه من الصيام مع ما يواجهها من المشكلات العادية التي هي معتادة أن تواجهها في بقية أيام السنة. لكن لأجل هذا الأمر انفجر الوضع وصعب التحكم عليه، فتكثر المشكلات في شهر رمضان ما لا تكثر في غيره.